السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة كده ان شاء الله هنفصل حاجة مشابهة للموديل ده. الموديل ده بنتي كانت شبطانة بيه بقالها مدة، فانا الصراحة جبت الحاجة بتاعته وفصلتها ونفذتها عندي في البيت، والحمد لله اللهم بارك طلع حلو زي ما انتم شايفين كده. فتعالوا بقى كده هنشوف احنا هنعمل ايه. الصراحة انا ما كنتش هفصلها تاني، بس بنت اختي عجبتها فشافتها فقالت انا عايزة واحدة زيها. فانا الصراحة هعمل لها واحدة بس مش مشابهة ليها قوي، لان الاسترس عندي الشريط اللي بيلمع ده لقيته مش هيكفي ان انا الف بيه العباية كلها. فهنا جبت قماشة فسكوز 2 متر. دي الطفلة عندها 9 سنين او 10، تلبس لغاية 10 سنين. جبت 2 متر وقسمته على 4 على عرض القماش زي انتم ما شايفين كده، وبدأت اظبطه. ظبطتها كده، وبعد ما ظبطتها جبت المزورة وعملت المقاس بتاع الكتف. وبعد ما خدت مقاس الكتف كل بقى القماش اللي باقي ده كله هدخله في الكم بتاع القماشة، مش هقص منه حاجة، يا دوبك بس هسوي بس. وجيت هنا نزلت بالدوران بتاع الظهر، وبعد كده عملت العلامة لغاية تحت، نزلت بيها. وبعد كده هقص بقى، هبدأ اقص واحدة واحدة كده، وهرجع اروح شايلة الطبقة اللي تحت واخلي الطبقة بس بتاعة الصدر. خلي بالكوا عشان ما تقصوش الاتنين مع بعض. هتلاقوا بقى الفتحة بتاعتها الدوران بتاعها يبقى كبير قوي. وهنا بقى هبدأ انزل كده خط مستقيم، واشيل بس الزيادة. انا ما بشيلش قماش، انا بشيل بس زيادة عشان اسوي القماش كله زي بعضيه. وابدأ هنا هعلم الطول بتاع العباية اللي انا عايزاها بس كده، وهجيب المسطرة وهسوي للاخر بس. وبعد ما سويت كده هبدأ بقى هنا على اخر العلامة اللي انا عايزاها بتاعة الكم، هبدأ اعمل دوران خفيف كده بس زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، وانزل تحت خط ايه، هنزل على واسع. يعني هخش بس جوه كده بتاع 3 او 4 سنتي. وبعد كده هعمل الفورت بتاعي دوت اخري بتاع الكم، يعني هقفل من عنده. وهاجي كده بقى اروح عامله حته سجاف كده، زي ايه السجاف عشان خاطر احطها على الظهر. مش عايزه اتنيها، انا عايزه اعملها زي ايه اكنها جاهزه، اكنها جايه من بره جاهزه. وطلعت لها بقى الحته بتاعه الصدر برضو، بس هنا جيت لقيت الصدر بتاعه الدوران بتاعه قليل، فانا قلت افتحه شويه فخدت 2 سنتي. انا كنت قصها على 5، هنا كده انا قصيتها على 7. فطلعت لها برضو السجاف بتاعها، وبدات اقص السجاف بتاعها بس كده. وكده خلاص العباية كده معايا كملت الحمد لله. ويلا بينا ناخدها ونروح على المكنة ونشوف بقى هنعمل ايه. بس وجيت بقى هنا على المكنة، حطيت العباية. اول حاجة انا حطيت الظهر، فقلت ناخد كمان سنتي من الظهر عشان لما تيجي تلبسها في راسها تدخلها يعني بسهولة، ما تدخلهاش بصعوبة. بعد كده انا حطيت السجاف بتاعتها وخيطتها، خيطت الاتنين مع بعض. وبعد كده عملت فروت. وبعد ما هبدأ بقى هنا كده هاخد بس سنتي، هشوف بس السنتي اللي انا شلته من الظهر اثر معايا، عشان خاطر بعد كده لما اجي اشتغل ما يكونش في حاجه اطول من حاجه بس. وبعد كده هركب بقى هنا كده السجاف بتاع الصدر، وهبدا بقى اعرشها عشان لما اجي اردها تبقى مظبوطه ما يبقاش فيها اي حاجه بس. وبعد كده بقى ابدا اركب من اول الكم كده لغايه قبل ما اوصل عند الرقبه، وهقف بس هاخد سنتي بس كده. وهبدأ بقى اعشق الاتنين في بعض، الفتحتين في بعض، واعمل فرماتورة عشان يبقوا عاشق ومعشوق كده. وبعد كده هعمل برضو هنا من هنا كده الناحية التانية، وابدأ اخيطها برضو، هقف قبل الكتف بشوية بس. وهبدأ بقى اردها كده برضو عشان تطلع عاشق ومعشوق وبس. وابدأ بقى اقص بقى الزيادات، وابدأ بقى ايه اردها، ولا اما بقى هردها شيمة لا اما هردها عرض رجل. وبعد ما اعملها شيمة او عرض رجل، انا بحب اعملها عرض عشان تبقى المسافة حلوة بس. خدتها عرض كده. وبعد كده بقى هبدأ بقى ايه اركب الشريط. يا جماعة الشريط ده بركبه على الظهر عشان ارجع ارده على الوش بس. ابدأ كده بقى اروح حطاه على الظهر كله وخيطه كله كده بس. خلي بالك لحسن يسقط منك، عشان تيجي ترديه ممكن ينسل بالقماشه بس. لغايه الفرد اللي انا كنت عاملاه ببدأ من عند الفرد وانتهي عند الفرد، وابدأ برضو الناحية التانية كده عند الفرد وانتهي برضو عند الفرد بس.
هركبه بس كده، وابدا بقى ايه ارده. هقلبه بقى كده، برده على وش القماشه، وبعد ما بردها كده خلاص اروح رداها، وارد الناحيه التانية برضو، بس ارده بالراحه عشان ما ايه يكونش داخل فيها هوا. بس كده. دي العين بقى بجيبها هنا كده، بكون عامله لها علامه وبحطها على وش القماشه، وده كده ظهرها، واكون معلمه العلامه دي عشان خاطر العين تيجي معايا مظبوطه وبالمسافه اللي انا عايزاها. والحته دي القماشه لازم تبقى قطن يا جماعه، عشان درجه الحراره بتبقى عاليه، عشان هي بتتلزق على درجه حراره عاليه. وبعد ما بلزقها بفضل اعيد عليها مره واتنين وتلاته عشان تبقى ايه كلها اتلزقت من الجوانب كلها وما تتفكش في الغسيل، تفضل مظبوطه معانا وتبقى ماسكه. بس كده. وبعد ما الزقها الحمد لله اللهم بارك اهي طلعت حلوه. هبدا كده بقى ايه، هقفل معايا الجناب بتاعه العبايه. اجي من عند اخر الشريط اللي عند الافراط اللي انا كنت عاملاه، هبدا بقى اقفل الجنبين الناحيه التانية اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هبدا كده خلاص كده قفلت الجنب العبايه كله. بس خلاص. هبدا بقى ايه هعمل تحديد للكم، عشان الكم واسع ما يبقاش تحت الباط باين. ببدا هنا انا اكون عامله بالماركه، وباخد كده خط مستقيم، وبعد كده بلف، بمشي حته خط مستقيم، بعد كده بعمل دوران لغايه الكم، لغايه ما بوصل لاخر الكم. وبعد كده برضو الناحيه التانية. بصوا بصوا واضحه قوي هنا. باخد خط مستقيم، وبعد ما اخد خط مستقيم برجع واخد اهو شايفين، بمشي حته صغيره مستقيم، وبعد كده بلف دوران لغايه اخر الكم. وهنا بقى خلاص كده بتني العبايه. بس كده بتنيها تانية في تانية وتانية كبيره. لازم تبقى تانية كبيرة عشان خاطر لو القماشة كشت او حصل فيها اي حاجة بيكون عندي حاجة ازود بيها، يعني ما يبقاش الحاجة خسارة تتركن مني، عشان خاطر الفسكوس ده ساعات بيكش وساعات لا، بس هو اغلبيا يعني بيكش لا سنتي لا 2 سنتي، ما بيكشش اكتر من كده. وشوفوا كده يا جماعة، انا اول مرة الفيديوهات دي انا اللي بصورها، محدش بيساعدني في تصويرها وانا اللي ببندشها. يعني لو مفيش اي حاجة واضحة في التصوير يا ريت تبعتولي عشان لو كده اعدلها. وهنا بقى خلاص احنا خلصنا العباية، وشايفين هي اللهم بارك طلعت جميلة جدا وحلوة. هي ما طلعتش زيها بالظبط، بس اللهم بارك طلعت حلوة وعجبتها. الاحسن ان هي عجبتها وطلعت حلوة اهي. بصوا اللهم بارك. وهنا برضو هنشوف العبايتين مع بعض، وياريت تبعتولي في الكومنتات اذا كان انهي واحدة احلى وانهي اللي عجبتكم، وياريت تقولي تشجعوني كده عشان اقدر اكمل ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.